بيبدأ الفيلم بأخين توأم، واحد اسمه موك والتاني اسمه جيدي، لكنهم توأم مش متطابقين، واحد طبيعي والتاني قزم. وبيحكي لنا القزم جيدي إن كل عيلة بيخلفوا دكاترة ومهندسين إلا عيلتهم كلها مجرمين. وبيعرفنا القزم جيدي إن هو العقل المدبر لكل جريمة، والأخ موك هو العضلات وعليه التنفيذ. وبيكونوا سارقين خزنة صغيرة وموك بيقدر يفتحها، وبيلاقوا فيها 38 دولار بالعدد. وفي الوقت ده بتوصل مامتهم وبتكون هربانة من الشرطة لانها كانت في عملية سرقة والشرطة بتطاردها، واللي بيكون معاها ده حبيبها غالن. فبيسمعوا صوت عربية الشرطة وبتضطر انها تسيب البيت وتهرب. وساعتها بتودع اولادها وبتوصيهم يخلوا بالهم على بعض، وبتحضنهم وبتمشي بسرعة. وهم وبيهربوا الشرطة بتكون على وشك انها تقبض عليهم، فبيخاف غالن يتقبض عليهم والشرطة تاخد المجوهرات اللي سرقوها، فبيضطر يبلعها. فبتتصدم ام جيدي وبتحاول تمنع غالن وتلحق المجوهرات، لكنها ما بتلحقش. وبنشوف في الجرايد ان تم السطو على القتل وهروب المشتبه فيهم بعد سرقتهم لمجوهرات قيمتها 4 مليون دولار. وبتعدي سنين كتير وبيكون جيدي وموك كبروا، وفي يوم وهم بينفذوا عملية كبيرة كالعادة بيفتح موك الخزنة وبيقول له جيدي يدور العربية ويستناه فيها عشان يهربوا على طول. وفعلا بيطلع موك، لكن ساعتها الامن بيكتشف جيدي وبيهدده، وبحسن الحظ بينقذوا موك وبيضرب الامن وبيهربوا. وهو وبيجي لجيدي الشرطة بتكون وصلت وبتقول له يثبت مكانه وبيتم القبض عليه، وطبعا بيكون موك سابه وهرب. وبتعدي 5 سنين وبنشوف جيدي وهو بيجهز عشان يخرج من السجن. وعلى الجانب الاخر بنشوف موك وبنعرف انه اتجوز، وبعدها بيروح الشغل وبنعرف ان موك اعتزل السرقة واشتغل في مطعم. لكن مديره بيعرفه ان مكتب العمل والعمالة اتصلوا بيه وبلغوه ان موك سوابق وما ينفعش مطعم كبير يشغل واحد حرامي وبيخالف القانون. وبيكون متفاجئ موك باللي بيسمعه لانه حاليا هو شخص مسؤول وعليه التزامات، وبيبلغوا المدير انه كده مرفوض. ولما بيرجع البيت بيتفاجئ ان اخوه جيدي خرج من السجن ومستنيه في البيت، وبيخرجوا يتكلموا بره وبيعتذر له موك لانه ما سالش عليه، حتى ما حاولش يتصل بيه ولا راح له وقت المحاكمه، لانه لو كان قرب من المحكمه كانوا هيقبضوا عليه. وبيسالوا موك ازاي خرج قبل ما يقضي فتره عقوبته، وبيحكي له عن الضابط فرفل وابوه القاضي، وانه اتفق مع فرفل ان في عمليه كبيره هيعملها وهيديله 50% من العمليه، وده عشان فرفل يقنع ابوه القاضي يطلع جيدي من السجن. وبيطلب منه جيدي يعمل معاه العمليه دي، وانها خزنه في محل هدوم وما فيهاش اي مخاطره. لكن موك بيرفض يرجع للسرقه تاني لانه تاب، ودلوقتي هو متجوز ومراته حامل ومش عاوز يخسر حياته الجديده. وبيقول له موك النهارده في حفله بمناسبه البيت الجديد وحمل مراته، فكل واشرب وبعدها ما اشوفكش تكلمني في اي عمليات تاني. وبعد شويه بيوصلوا اهل مرات موك وبيحكي لهم جيدي عن طفوله موك وانه كان طفل غبي ومش بيعرف يتكلم. وبعد الاكل بنشوف جيدي بيشرب وبيحبس بعد الاكل، ولما موك بيشم الريحه بيروح يتخانق معاهم وبيفضلوا يضربوا في بعض هو وجيدي. وبعد شويه بيعتذر لمراته وبيقول لها ان ما كانش قصده يبوظ لها الحفله، فبتساله عن سبب حبس جيدي، فبيعرفها انه اتقبض عليه بتهمه السرقه والاعتداء، لكنها بتتفهم الموضوع وبتقول له انها عارفه انه اخطا زمان وكمان هي اخطات، لكنهم اتغيروا وما بقوش يعملوا اي حاجه غلط. ولما بيروح جيدي بيلاقي مامته بعتله رساله وبتساله لو قابل موكو وبتقول له انها هتشوفه قريب. لكن فجاه بيهجم فارفل على جيدي وبيضربه وبيتخانق معاه عشان سايب التليفون اللي اداهوله، وبيهدده انه لو حاول يتهرب منه ولا من اتصالاته هيندمه. وبيساله عن صفقه المجوهرات، لكن بيطلب منه جيدي حبه وقت عشان يستعد للعمليه، فبيطلع له سلاح وبياخد بصمات جيدي عليه وبيحتفظ بيه عشان اي غدر في الاتفاق اللي بينهم يقدر يسجنه فارفل في اي لحظه. وقبل ما يمشي بيضرب جيدي على دماغه وبيغمى عليه، ولما بيفوق بيلاقي موك بيتصل بالاسعاف عشان ياخدوه، فبيقول له انه كويس وان فارفل هو اللي عمل فيه كده. وبيضطر موك يفكر انه يساعد جيدي عشان ينقذه من فارفل، وبيقول له جيدي ان العمليه هتاخد معاهم يومين لان العمليه هتتم في مكان بعيد تاني. وبنشوفه وهو بيكلم مراته وبيعرفها انه مسافر يومين عشان رايح يطمن على عمته المريضه ويرجع. وبعدها بيوصلوا الفندق، وتاني يوم لما بيصحوا بيطلب جادي من موك انه يروح يزور واحده صاحبته قريبه من هنا، وانه مش هياخد وقت عشان يبداوا العمليه. وهناك بنشوف فارفل وهو في الاوضه عند جادي وبيدور عليه، وبيقدر فارفل يوصل للتليفون اللي اداه لجادي لانه رابط التليفون بجهاز تتبع، وعشان كده جادي سابهوله في الحمام وهرب. فبيتعصب وبيروح يشكي لابوه وبيقول له انه معاه مسدس عليه بصمات جادي وممكن يسجنه طول حياته، لكنه بيرفض ابوه يساعده وبيقول له حل مشاكلك بنفسك. وبيوصل موك مع جادي عشان يقابل صاحبته وبيكون اسمها بيسيسدا، وبترحب بجادي وموك جدا
وبيدخلوا البيت وبيسألهم موك يعرفوا بعض من امتى، فبتقوله بيسيزدا انهم بيتكلموا من 7 اسابيع و3 ايام، وانه اتعرف عليها بالصدفة على النت وفضلوا يتكلموا كتير. وبعدها بيسيبوا موك وبيدخلوا يتكلموا في الأوضة وبيشغلوا اغاني وبيرقصوا، وبره بيكون قاعد موك حزين لحد ما بيلاقي قرد ضخم دخل وقفل الباب وبيقعد وبيولع سيجارة وبدل ما بيشربها بياكلها، وبيكون موك مرعوب وبيقول له بلغة الإشارة ان اسمه سامويل، لكن مش بيعرف موك يقول له اسمه، فبيقرب منه القرد وبيفضل يعمل حركات، لكن برضه موك مش فاهمه فبيضربوا القرد على وشه. وجوه قاعد جيدي بيحب ولا حاسس بتوأمه اللي بيموت بره، لكن اول لما بتسيبه بسيزدا بيقوم بسرعة يفتش في حاجتها وبياخد بطاقة الهوية بتاعت شغلها وبيرجع بسرعة كما كان. وبره بيقول موك للقرد مالك انت فهمت عني ايه، وبياخد ايده يحطها في وبيكون مبسوط القرد جدا، لكن موك بينادي على جيدي وبيفضل يصرخ، فبتتخض بسيزدا وبتفتكرهم من نشطاء البيئة وبتقفل الباب عشان ما يخرجوش. وجيدي بيقول لها استني يخرب بيتك، لكنه بينط من الشباك بسرعة وبيخرج موك وجيدي وبيركبوا العربية وبيهربوا. فبيسألوا جيدي هو القرد عمل لك ايه، ولما بيعرف بيتصدم وبيديله غسول للايد. وبعدها بيوصلوا الفندق وبيكون جيدي في الحمام، وساعتها موك بيشوف الكارنيه العمل بتاع بسيزدا، فبيسأل جيدي عن اسم محل الهدوم اللي هيسرقوه، فبيحس موك ان اخوه بيكذب عليه وبيفتش في شنطته وبيلاقي ورقة مكتوب فيها الخطة، وكمان في جواب من والدته بتقوله انها وقعت في مشكلة ومحتاجة مساعدته، لكنها بتحذره يعرف موك بالعملية عشان هيتعصب ويرفض. وبكده بنفهم ان العملية تبع مامتهم، وبيزعل موك وبيتخانق مع جيدي وبيقوله انه مش هيعمل العملية، لا وكمان هيمشي دلوقتي، وبيخرج وراه جيدي وبيحاول يهديه حتى على الاقل يلبس هدومه. فبيزعق له موك وبيقول له انه كذب عليه وطلع مأجر واحد يضربه، يعني ولا في فرفل ولا في نيلة، وكل القصة دي كانت تمثيلية عشان موك يوافق بالعملية. وفجأة باب الأوضة اللي جنبهم بتتفتح وبتخرج واحدة ست وبتكون هي دي مامتهم، وبعد شوية بيروحوا يتكلموا في الحانة وبيقول لها موك انت ازاي مختفية من 30 سنة وما نعرفش عنك اي حاجة، فبتحكي له عن العملية اللي عملتها من 30 سنة اللي كانت في بداية الفيلم، وبتقول له انهم ما كانش ينفع يهجموا على القطر لان طاقم الحراسة كانوا اقوياء وشرسة وكان لازم يهربوا. وساعتها غالين بلع المجوهرات وما قدرتش تمنعه وتعب جدا لدرجة انه مات، وبتزعل عليه جدا وبتروح تدفنه في حتة ارض واسعة، لكنها مش بتاخد بالها من اليافطة اللي مكتوب عليها قريبا مشروع تطوير الارض، وبتتأسف لهم لانها سابتهم كل السنين دي، بس كان لازم تفضل هربانة لانها مطلوبة للعدالة. لكن موك بيكون زعلان فبيسيبهم وبيروح الحمام، فبيروح وراه جيدي وبيقول له ان مامته تعبانة وفي اخر ايامها ولازم ما نزعلهاش، فبيسألوا موك عن العملية وبيعرفوا انهم هيستردوا المجوهرات اللي سرقتها مامتهم من 30 سنة، يعني دي مش سرقة، احنا بنرجع حاجتنا اللي ضاعت. وبيعرفوا جيدي انهم هيرجعوا المجوهرات وهيبقى معاهم فلوس كتير، وده عشان يأمن مستقبل بنته اللي جاية، وبعد ما تخلص العملية ارجع لحياتك النظيفة. وبعدها السهرة بتبدأ وبيغنوا وبيشربوا وبيتبسطوا على الاخر. وتاني يوم بيوصل فارفل لبسيزدا وبيسألها عن جيدي لانها كانت بتكلمه قبل ما يخرج من السجن، فبتقول له انه كذاب وحرامي لانه سرق كارنيه شغلها، وبيطلع القرد على صوتهم وبيسحب فارفل جوه، وهناك بتكون العملية بدأت. وموك بيروح لشغل بسيزدا وبيدخل بالكارنيه بتاعها وبياخد جرار للحفر وبيروح ملعب الجولف، وده نفس المكان اللي مامتهم دفنت فيه غالين، وبيحفروا لحد ما بيطلعوا الجثة عشان ياخدوا المجوهرات اللي في بطنه، وفعلا بيطلعوا الجثة وبيلاقوا المجوهرات وبيهربوا بسرعة عشان الامن جاي عليهم، وبيقدروا يهربوا وبنشوفهم وهم بيدفنوا جثة غالين وهم وبيحتفلوا بالمجوهرات. بيقول لهم موك انه اترفد من الشغل، فبيقول له جيدي انه اضطر يكلم مديره كانه مكتب العمل والعمالة عشان موك يترفد ويعمل مع جيدي العملية، فبيتعصب موك وبيرميه في الحفرة وبيتخانق مع جيدي عشان هو كذب عليه وان موك اتغير لما اتجوز وبقي شخص مسؤول، فبيقول له جيدي ان مراته غبية عشان اتجوزت واحد زيه، فبيسيبه ويمشي وبيقول له اردم الحفرة بنفسك. وبتروح مامته وراه عشان تهديه، فبيقول لها انه دايما بيحس ان جيدي بيستغله، وبيفكرها لما كانت بتهرب من الشرطة وساعتها قالت لهم مش عاوزة استغلكم، لكنها بتقول له ان جيدي ما يقصدش. وبنرجع لجيدي وهو مستمتع، لكن فارفل بيقطع عليه اللحظة وبيروح يضربه وبيطلع المجوهرات اللي في جيبه وبيرميها، وساعتها بيهجم عليه موك وبينقذ جيدي، فبيقوم بسرعة وبيشوط الجوينت اللي فيه المجوهرات بعيد، وبتلاقيه مامته وبتكون هتهرب، فبيقول لها فارفل يا تديني المجوهرات يا اما هخلص عليهم، وبيساومها بين المجوهرات وعيالها، لكنها بتختار المجوهرات وبتسيبه وتهرب، فبيتصدموا كلهم وبيفضلوا يجروا وراها، لكنها بتركب العربية وبتمشي بسرعة، وبيركب موك وجيدي مع فارفل في عربيته عشان يلحقوها، لكنهم
لكنهم في الطريق بيتخانقوا مع بعض وضربة بالغلط بتروح لفارفل، فبيدخل بالعربية في اليافطة، وساعتها فارفل بيغمى عليه وبيحاولوا يساعدوا بعض عشان يهربوا بالعربية لان ايديهم مربوطة. وعلى الجانب الاخر بنشوف ام جيدي وهي بتبيع المجوهرات عند واحد اسمه فريدي، وبيكون منبهر بالمجوهرات جدا وبيديها شنطة مليانة فلوس، لكننا بنشوف ان لسه معاها مجوهرات تاني في ايدها. وهي وماشية بيكون موك وجيدي وصلوا لها وبيسألوها عن نصيبهم، فبتقول لهم انها كان لازم تهرب بالمجوهرات من فارفل، فبيقول لها موك ادينا نصيبنا وكل واحد يروح لحاله، لكنها بتسيبهم وبتجري وبتخرج من الباب الخلفي. ومش بيرضى فريدي يخرجهم من نفس الباب، فبيرجعوا للباب الرئيسي عشان يلحقوها. وبنشوف فارفل وهو سايق تاكسي وبيمشي على الGPS عشان يوصل لهم. وبنرجع لموك وجيدي وبيكونوا بيدوروا على مامتهم في المول، وبتاخد الشنطة وبتجري على الباب، لكن موك بيلحقها وبيشدها منها، وساعتها الشنطة بتقع في الدور الارضي في المول. وفي الوقت ده بيهجم فارفل عليهم، فبياخد جيدي الشنطة وبيستخبى، وبيفضل يضرب نار على جيدي لحد ما موك بيروح له، وبيشوفوا سبراي وبتجيلهم فكرة يخدعوا بيها فارفل، وبيطلعوا لفارفل وبيقولوا له خد الفلوس اللي عاوزها، لكن ساعتها بيتخانق جيدي وموك، فبيهددهم فارفل يبعدوا عن الشنطة. واول ما بيفتح الشنطة السبراي بيترش في عينه وبيأذيه، فبيضرب نار بالغلط وبيدمر المكان، لدرجة ان شجرة الكريسماس بتولع وبتنهار عليه. وهم طالعين بتكون الشرطة قدام الباب، فبتقول لهم مامتهم يخلوا بالهم من الفلوس، وبتاخد سلاح عشان تسلم نفسها، وبتعرفهم انها تعبت عشان الفلوس دي ومش عاوزة تخسرهم، ولازم يهربوا بالفلوس دي من الباب الخلفي. وبعدها بيروح موك لابو فارفل وبيديله شنطة الفلوس مقابل السلاح اللي عليه بصمات جيدي، فبيديله السلاح وبيقول له خلي بالك انت دفعت اكتر من اللازم. وبياخد السلاح موك وبيقول له مش عاوز تعرف مكان ابنك، فبيقول له ان فارفل ده فاشل وملهوش لازمة، وبيتضايق موك من الاهل اللي بيفضلوا الفلوس عن عيالهم. وبعدها بيرجع موك البيت وبتكون زعلانة مراته لانه سابها مدة طويلة، فبيحضنها وبيعتذر لها. وبعدها بيتفاجئ جيدي ان موك استغنى عن نصيبه عشان ياخد دليل ادانته، فبيقول له جيدي ان هو كمان راح لمحامي وعمل حساب باسم بنته، ونصيب جيدي في العملية بقي باسم بنت موك. وبيتصدم موك لانه فتح حساب باسم بلو بيري، وان مفيش حد بيسمي بنته كده، فبيقول له جيدي خلاص لو عاوز الفلوس سمي بنتك بلو بيري، مش عاوز الفلوس خلاص. وبعد سنة بنشوفهم وهم في السجن لزيارة مامتهم، وبيقول لها موك انه سمى بنته بلو بيري، وبتبارك لهم والزيارة بتخلص، فبتدي البنت لجيدي وبتقول لموك يخلي باله على بنته ويربيها كويس، وبتكون مبسوطة عشان اطمنت على اولادها. وبعدها بيقول له جيدي ان مامته ادت له باقي المجوهرات اللي معاها وانهم 2 بس، لكنه بيكذب عشان شايل واحدة. وبس كده الفيلم يكون خلص. مستني رأيك في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. انا مؤمن محمد، اشوفكم على خير وسلام.